ازاي الساندوتش ده خطير كده. الله 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 الله، مش طبيعي، في فن. بصوا مبدئيا القرمشه، بسم الله. ايه ده بقى؟ ايه الحلاوه دي بجد؟ ساندوتش تويستر معمول كما قال الكتاب. النهارده يا جماعه كنت ماشيه في الشارع، نفسي جايباني على ساندوتش تويستر بشكل مبالغ فيه. قلت على ايه؟ ارجع بيتي واعمله انا في البيت باحلى طريقه واسهل طريقه واوفر طريقه ومش مقاطعه. يلا بينا. اول حاجه هجيب طاستين على النار، واحده احمر فيها الستريبس، واحده احمر فيها بطاطس محمره. بسم الله. احط زيت هنا وهنا. بصوا مش مستحمله حتى اطلع غير وداني، هتجنن على الساندوتش ده. بصوا يا جماعه، دي بطاطس بلدي عادي، قشرتها كويس وبعد كده غسلتها، قطعتها صوابع وبعد كده حطيتها ملح وخل. ليه ملح وخل؟ عشان بيخليها كريسبي قوي وقت التحمير، في نفس الوقت بيبقى فيها طعم الخل سنه كده. لو بتحبوا الشيبسي بالخل والملح هتعجبكم قوي الطريقه دي. مش بتحبوا الشيبسي ده يبقى نقعوها في ملح بس وميه، وبنيجي نحمرها بنشطفها كويس، لازم نشطفها كويس ونصفيها كويس من اي ميه فيها. ودلوقتي بقى هحمر الستريبس، اي نوع ستريبس هتحبوه حطوه، مهم في الخلطه اللي هنعملها. الزيت مش سخن قوي ولا بارد، يبقى متوسط عشان الحاجه تستوي مظبوط وتتحمر مظبوط. دلوقتي بقى نحمر البطاطس. ممكن يكون السبب من الاسباب الرئيسيه لتخني هي البطاطس المحمره بتاعت البيت دي، بحبها حب مع بهارات البطاطس كده مش طبيعيه. نحمرها بقى دلوقتي. هتاكد الاول انها سخنه كده مظبوط. بسم الله. بصوا برده مش هحط بطاطس كتير عشان تتحمر حلو بسرعه وتاخد لون حلو وفي نفس الوقت تكون كريسبي وخطيره، ما تمدوش الطاسه على الاخر. هقلب الستريبس بقى الناحيه الثانيه، ودي برده سبب من اسباب تخني على فكره، بحبها قوي قوي. الستريبس دي سبايسي نار كده. الستريبس خلاص خلصت بقى، هطلعها. رهيبه 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 رهيبه. هقرب لكم من الكاميرا واوريكم هي خطيره ازاي، مش طبيعيه، بحبها قوي. طبعا انتوا كده متخيلين بقى طعم الساندوتش هيبقى وهم ازاي. يا جماعه انا بحب قلب الخصايه قوي، يعني قلب الخصايه ده بيغسلني من جوه، سواء كفوفي او طبعا الخس البلدي ده في حته ثانيه خالص. الا بطاطس البيتزا بحبها حب. بس اهي قلبي قرمشه خطيره وسخنه مولعه دورة. دلوقتي بقى هحتاج عيش التورتيلا ده، طماطم كابوتشي وجبنه اللي هي سريعه الذوبان، مش سريعه الذوبان بتسيح بسرعه. الجريل بتاعتنا اهي. لما تيجوا تجيبوه من السوبر ماركت اتاكدوا ان هو فريش، يعني شوفوا تاريخ الصلاحيه. مره كان عندي تصوير وصفه وجبت عيش وكنت معتمد عليه وطلع للاسف صلاحيته كانت من شهور، يعني مش كل الناس عندها امانه. حط الجبنه الاول، طبعا يفضل لو اللي هي الشيدر الحمراء اللي هي مش الفاتحه دي، اللي هي الاورنج كده. بعدين هحط الخس بقى بتاعي كده، هحط طماطم من غير البذر بتاعها. اوكي. الستريبس، كاتشب والمايونيز. عايزين تحطوا هوت صوص حطوا، عايزين تحطوا خيار مخلل حطوا. كاتشب كده، مايونيز، صوص جبنه نغرقها صوص جبنه، كمان صوص جبنه بالهالوبينو. طبعا انتوا متخيلين حلاوه الساندوتش تبقى عامله ازاي. بسم الله كده اهو. قطعه زبده، قطعه زبده. انزل بقى الساندوتش من الحته اللي هي ايه مفتوحه دي. بصوا يا جماعه الجمال، تويستر ما فيهوش غلطه. بصوا يا جماعه الحلاوه، بصوا حاجه كده خطر خطر خطر. دي اهم حاجه مع الوجبه دي. ايوه طبعا حطها في الفريزر ومفرزاها، فطبعا هي مش هتنزل، بتنزل حلو. نقول بسم الله. يا جماعه الساندوتش مش طبيعي. يلا جربوها، استنى رايكم واسئلتكم في الكومنتس. تصبحوا على خير، باي باي.